مساء الخيرات والسعادة. أهلا بيكم فيديو جديد وسايكولوجي توكس. من أكتر المفاهيم المثيرة للجدل في علم النفس الجريمة والطب الشرعي المهتم بالتحليل النفسي للشخصيات الإجرامية هو الشخصية السايكوباتية المعادية للمجتمع. كنا اتكلمنا عن اضطراب الشخصية السايكوباتية واحنا بنتكلم عن اضطرابات الشخصية عموما اللي عملنا لها سلسلة فيديوهات كاملة. ورجعنا تاني الفرع ده من فروع علم النفس اللي بنمر بيه حاليا في دراستي. وكنت متصورة إن مش هلاقي فيه حاجة تهمنا يعني أو تهم عموم الناس فيما يخص السايكولوجي، ولكن لقيت إن مفهوم الشخصية السايكوباتية بالشكل اللي أنا قريته يخلينا نهايلايت تعريف الشخصيات دي وصفاتها، مش علشان نحكم على حد أو نصنف الناس، ولكن علشان نعرفهم ونحمي نفسنا منهم ونبقى فاهمين الناس دي معتلة نفسيا ومريضة ولا مش المفروض نتعاطف معاها أصلا. في مجال البحث الجنائي وتطبيق القانون لقوا إن 75% من المتهمين والمتورطين في ارتكاب جرائم وانتهاك القانون مصنفين شخصيات معادية للمجتمع أو سايكوباتية، والحقيقة إنه في خلط كبير ما بين معادية للمجتمع وسايكوباتية. نراجع مع بعض كده إيه صفات الشخصيات السايكوباتية. تلاعب بالآخرين، كذب مرضي، أوكي، انعدام مشاعر وتعاطف مع الآخرين. دي أميز حاجات موجودة فيه. 25% من 75% شخصيات سايكوباتية. الكلام ده قاله باحث اسمه ميلاي سنة 92. عشان يخرجوا من الخلط ده عملوا تشيك ليست كده للكشف على الشخصيات السايكوباتية، السايكوباثي تشيك ليست ريفيجن، ودي وسيلة الاسسمنت اللي بيقولوا بيها الشخص ده سايكوباثيك ولا لا. الشخصيات دي فيهم 4 مجموعات من الصفات. أول مجموعة صفاتهم العاطفية، ما عندهمش مشاعر عموما أصلا، مشاعر زي إيه؟ زي الخوف، زي الشعور بالذنب أو تأنيب الضمير. عندهم قسوة وعدم تعاطف، دايما تلاقيهم بيستفهموا من آلام الآخرين وبيستفهموا من الناس وبيستفهموا من المواقف، ما عندهمش أي نوع من أنواع التعاطف. وده هيرجعنا إن إحنا ضروري نعمل فيديو منفصل عن الايموشنال انتليجنس اللي مهم جدا جدا في الشغل، مهم جدا جدا لأي ليدر. الحتة دي يعني هتبقى ورك سايكولوجي شوية، إنه فكرة عدم التعاطف وإن الشغل مفهوش مشاعر ده مش معناه إن أنت يعني قلب أسد وراجل جامد، لأ، ده معناه إن أنت سايكوباتي أصيل. تاني مجموعة من الصفات إن هما الشخصيات خارجيا جذابين جدا بالنسبة للآخرين، عندهم تقدير للذات مبالغ فيه، يعني عندهم سيلف استيم والإيجو يعني إيه متضخم، ولكن فارغ من المضمون. عندهم كذب مرضي، كذب مرضي يعني حتى الموقف اللي ممكن يقول فيه الحقيقة أو مش هيضر في حاجة هو عنده الكذب مرضي. ومتلاعب ومخادع، يعني دايما كده ايه بيلف ويدور، مستحيل تلاقيه دغري، مستحيل تلاقيه بيعرف يواجه، مستحيل تلاقيه هو بينشيت، لا، دايما بيتلاعب بالآخرين، دايما عايز الآخرين هم اللي يعملوا انيشيشن وهو يفضل يتلاعب بمشاعرهم وباحتياجاتهم وكده. نمط حياتهم ان هم بيبقى عندهم احتياج دائم للموتيفيشن، لكسر الملل، حتى لو هيعمل مصيبة عشان يكسر الملل ده. على فكرة الكلام ده مش معناه مصيبة كبيرة أو معناه جريمة كبيرة، لا، حتى الحاجات الصغيرة، يعني ايه الشخصيات اللي هي بتحب تغلس دايما على اللي حواليها، تعمل أي حاجة كده ترابل ميكر طول الوقت. الجزء ده في الشخصية دي من صفات الشخصية السايكوباتية المعادية للمجتمع. بيبقوا شخصيات طفيلية، بارازيتك لايف ستايل. طفيلية بمعنى ايه؟ استغلالية، يعني لازم ايه تعيش على إمكانيات اللي حواليها. والاستغلال مش معناه ان هو مادي، مش معناه ان هو مادي بس، او مش معناه ان هو مادي خالص، اي حاجه. هو يعني اي حد معدي من قدامهم تعالى ما اخد منك اي حاجه، ان شاء الله حتى اقعد اكل دماغك في اي كلام فاضي. فهم شخصيات طفيليه، ما عندهمش اهداف واقعيه بعيده المدى، بس ممكن يبذلوا مجهود دلوقتي حالا عشان يحققوا هدف دلوقتي حالا ايا كان قيمه واهميه وصلاحيه الهدف ده. عندهم عدم مسؤوليه، ما عندهمش قدره على تقبل فكره ان هم مسؤولين عن النتائج المترتبة على تصرفاتهم. هتلاقي دايما الفوكابلري بتاعهم أنا مالي، ما ده هو ده هي طب على فكرة كل اللي احنا فيه ده من تحت راسه، أنا ده يعني
ملخص السايكوباتيك بيرسوناليتي، زي ما قلنا ما عندهمش اهتمامات واضحة ولا استمرارية لتحقيق الأهداف، مفيش consistency، عندهم يعني endless beginnings، ولا تنفيذ للخطط، لكن عندهم نشاط عالي جدا عشان يحققوا حاجة هم عايزينها دلوقتي. عندهم مشاكل في العلاقات الأسرية واستمرارها، ما عندهمش قدرة على مواجهة إخفاقاتهم ولا حتى الصغيرة. الشخصيات دي بتبقى عندها مشكلة في التعلم وفي العلاقات الدائمة، يعني دايما بيخسروا ناس كتير. عندهم disorderly sexual life، حياتهم الجنسية مضطربة، زي مثلا نموذج خالد في مسلسل موضوع عائلي، أو زياد في مسلسل أزمة منتصف العمر. الكاركتر ده هو فيه صفات الشخصية السايكوباتية. ما عندهمش علاقات عاطفية خالص، وسهل قوي إدمان التدخين والكحوليات بالنسبة للأشخاص دي. دايما عندهم صراعات دائمة صغيرة مع الرولز ومع القانون، يعني مش شرط في حاجات كبيرة، بس هما الشخص السايكوباتي لازم يبريك الرولز، يعني هو ما يقدرش يعيش من غير ما يبريك الرولز. مش شرط تكون جريمة كبيرة مخططة بيعملها، والجريمة تعريفها هو فعل شيء أو عدم فعل شيء نص عليه القانون ويجازى فاعله بعقوبة جنائية. من الناحية النفسية والاجتماعية، الجريمة هي عمل يخترق الأسس الأخلاقية أو انحراف عن المقاييس الجماعية، يعني لو الجريمة دي أغلب أفراد المجتمع بقت بتمارسها فانتفت عنها صفة الجريمة مع الأسف. والضرر في القانون بتاعنا، قانون بلدنا، أي أذى يصيب الإنسان في ماله أو شعوره أو إحساسه أو جسده، يعني مش شرط تكون الجريمة دي جريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب، أي ضرر بيصيب الإنسان في أي حاجة من الأربعة دول. في نوعين من الشخصيات السايكوباتية قالنا عليهم عالم اسمه بولاتشاك سنة 2015. في السوسيوباث، وده معتل اجتماعيا، وهو بقى كده نتيجة صدمة حصلت له. وفي بقى الكلاسيكال سايكوباث، وده الأخطر. بيبقى فيه عدة صفات فيه. أولا هو ما عندوش قلق ولا عصبية، مش بيعاني من الوهم، مش بيعاني من صفات الشخصية الحدية وحدة المزاج والمود سوينجز والعصبية والكلام ده. علاقته مع الآخرين ماشية، مش مندفع قوي، مش معتل اجتماعيا يعني، وده بيبقى سايكوباتي بالفطرة. العقاب مش بيأثر فيه إطلاقا، لأن زي ما قلنا هما ما بيكونش عندهم مشاعر. مساء الخيرات. الشخصية السايكوباتية بارت 2. في عالم اسمه ويكسلر اكتشف سنة 2008 إن في موديل ونموذج من البشر بيبقى ظاهر قوي في العمل، اسمه السكسسفul سايكوباث. شخصية سايكوباتية فيها كل صفات الشخصية السايكوباتية المعادية للمجتمع، اللي ممكن تكون من النوع الأولاني أو التاني، بس في الأغلب هم ما بيكونوش معتلين اجتماعيا، علاقاتهم الاجتماعية بتكون كويسة، وبيستغلوا علاقاتهم بالآخرين بشكل فيه خداع وتلاعب وكذب مرضي زي ما قلنا، لأن ده يعني common factor في أي شخصية سايكوباتية. وبيعرفوا يوظفوا علاقاتهم بالآخرين بشكل يخدم خططهم ومصالحهم، ودايما بيبدوا الولاء للشخصيات اللي بتفولو them. اوكي. وبيوصلوا لهاي ليفل occupations. مفيش اي حد فينا اشتغل، يعني انا عن نفسي شفت الموديل ده يعني حوالي 2-3 على مر حياتي، ودايما بيكون الشخص اللي هو يعني مثلا هو السيلز دايركتور، البيزنس ديفلوبمنت مانجر، الشخص اللي بيعمل فلوس الشركة. بنلاقي ان هو عنده كل الصفات دي، وبنلاقي ان هو يعني الناس اللي بتشتغل تحتيه بيبقوا under stress وبيتم أذيتهم نفسيا بشكل كبير جدا. وبينقسموا لجزئين، جزء بيترن اوفر وبيمشي وبيسيب المكان او القسم او الشركة كلها، وجزء بيتحول للسكند ليفل سايكوباث. يعني في شخصيات سايكوباتية هي اصلا مش سايكوباتية، بس بتكتسب الصفات السيئة دي لانه المايند سيت بتاعهم بيتركب انه هي دي معطيات النجاح،
هو ده طريق النجاح، إن أنا يبقى عندي الصفات دي. فالناس اللي بتشتغل مع سايكوباث إما بتتيرن أوفر، إما بتتحول وتبقى زيه، إما بتفضل تحت ضغط لفترة إلى أن تتغير الظروف. ودايما يعني التوب مانجمنت بتاع أي شركة أو الأونر مش دايما قراراته بتبقى مبنية على الإثكس والعواطف وكذا، هما بيبقوا عارفين كل حاجة. بس في مثلا اونر بيقول ايه المشكله في التيرن اوفر، اللي يمشي نجيب غيره، بس ده هو بيدخل لي فلوس، بيعمل لي الارباح اللي انا عايزها، فانا هخليه. وان كان الكيانات الكبيره بقى والمؤسسات الضخمه، كل الشركات المالتي ناشونالز، الجزء ده بيبقى قليل شويه عندهم، علشان البيزنس اثكس والايمج بتاعت المكان والاستقرار والكونسيستنسي واللويالتي للمكان بتبقى فاليو مهمة جدا في الأماكن دي. وإن كان برضو بيكون فيها بعض من هذه. طيب ليه الموديل دي بتوصل لهاي اوكيبيشن ليفلز؟ بيبقى عندهم يعني قدرة على تقديم انطباع أول ناجح ومتميز جدا عند الإدارة العليا وعند الزملاء وعند شركاء العمل وعند الديسيجن ميكرز عموما. زي كده الباد بوي في العلاقات العاطفية، برضه في الشغل بيبقى فيه باد بوي، هو عنده دخلة مقنعة جدا جذابة للتوب مانجر. طيب ايه تأثير الشخصيات دي في بيئة العمل؟ عادة الشخصيات دي بتقدر تحقق مكاسب وأرباح للكيان. أسلوب إدارتها بيضر بنفسية ومعنويات المتعاملين معاهم. ولو كان نظام الشركة بيعتمد على المركزية في اتخاذ القرارات، فده بيحطها في ريسك، إما يبقى فيه قرارات كويسة جدا أو قرارات سيئة جدا. والدراسة نتيجتها النهائية بتاعت ويكسلر دي قالت إنه النمط ده بيخلي الشركة والمؤسسة دي عندها طول الوقت مورال دايلاما. طيب بشكل عام، بعيدا عن نموذج السكسسفul سايكوباث، هل الشخصيات السايكوباتية أو أي شخص أو الشخصيات النرجسية أو أي اضطراب من الاضطرابات اللي بتضر بنفسية المتعاملين معاهم، هل إحنا المفروض نعتبر إن ده مرض وليس على المريض حرج ونتعاطف معاهم؟ علشان أنا شخصيا عشت فترة كبيرة جدا من حياتي في صراع ما بين إن دي ناس مفروض الواحد يتعاطف معاها لأنها مريضة، وبين لأ. والنتيجة النهائية اللي قالتها برضو وتوصلت لها دراسات، إنه عشان تعرف الشخص ده أصلا المفروض تتعاطف معاه ولا لأ، بص الشخص ده بيتعامل إزاي مع الناس اللي ليها باور عليه، سواء بقى في شغل، في علاقات أسرية، في علاقات أصحاب. شوف الشخص ده لو بيتعامل مع حد ليه باور عليه ويقدر يضره، لو لقيته إن هو بيتعدل وبيبقى اون تراك وبيحترم نفسه، يبقى ده شخص هو عارف هو بيعمل ايه. فالاضطرابات دي يا جماعة مش معناها ان احنا نعتبرهم مرضى ونأذي نفسنا بالتعاطف معاهم وبالقرب منهم، ولا في نفس الوقت هنمسكهم نعلقهم ونهينهم ونحكم عليهم وكذا. لا، نعمل حدود ما بيننا وبينهم عشان نحمي نفسنا ونحمي طاقتنا وحالتنا النفسية، اللي فيه حاجات كتيرة أولى بيها من إننا نهدرها مع شخصيات معتلة نفسيا واجتماعيا أو الاتنين.